صباح الخير او مساء الخير حسب الفيديو ما ينزل عندكم. بصوا بقى، هنعمل النهارده كيكه البرتقال بطريقه سهله جدا، بسيطه جدا. طبعا ما فيش حد مننا ما بيعرفش يعملها، بس كل واحده ليها تكاتها وليها اسرارها. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك ويدوس على زر الجرس عشان توصل له كل وصفاتي. انا سوسن سليمان. بصوا بقى، عندنا قبل اي حاجه اول خطوه بنعملها، بنجيب كوبايه ونص من السكر وندعك فيها حوالي معلقه كبيره من بشر البرتقال. بندعكها كويس جدا، ما تتخيلوش الخطوه دي بتعزز ريحه البرتقال ازاي. نيجي بقى للمواد السائله، عندنا 5 بيضات كبار، عليهم معلقه كبيره من الفانيليا. لو ما عندكيش الفانيليا السايله بتحطي نص معلقه صغيره من الفانيليا الباودر. وننزل بقى معلقه معلقه كده من السكر، ما ننزلش بيه مره واحده، ننزل بالتدريج والمضرب شغال. يبقى عندنا كوبايه ونص من السكر، عليهم معلقه كبيره من بشر البرتقال، على 5 بيضات، على الفانيليا. نفضل نخفق فيهم كده لحد القوام ما يبقى كريمي. عندنا بقى تلت كوبايه من الزيت النباتي، ننزل بيهم كده خيط رفيع، يا رب يبقى باين عندكم. خيط رفيع، مننزلش بالزيت مره واحده. لحد دلوقتي الخطوات مفيش اسهل من كده. ونفضل نخفق فيهم على درجة خفيفة بعد الزيت. عندنا بقى المواد الجافة، عندنا 2.5 كوباية من الدقيق، بنكون نخلينه قدامك اهو، يعني لازم يتنخل علشان لو في اي تكتلات ولا حاجة تنزل معانا. طبعا احنا بنكون مشغلين الفرن قبلها مش اقل من ربع ساعة. خلاص نخلنا الدقيق، هننزل بقى عليه ربع كوباية من اللبن البودر. ما تتخيلوش اللبن البودر بقى بيديها طراوة من جوه ازاي، وبيعزز كمان طعمها، بتبقى حلوة جدا. عايزين تحطوا لون للكيك، لون صناعي برضو بيديها لون حلو قوي، بس دي خطوة لسه مش هنخطوها دلوقتي او نعملها دلوقتي. يبقى حطينا الدقيق، عليها اللبن البودر، عليها معلقتين كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من بيكنج باودر. خلطنا كل المكونات الجافة كده مع بعض، وهننزل عليهم على خليط الدقيق. عندنا كمان احنا عصرين كوباية كبيرة من عصير البرتقال، هننزل بالتناوب، يعني هننزل بحوالي نص كمية الدقيق والمضرب شغال على سرعة ضعيفة، أقل سرعة عندك في المضرب. وننزل بنص كوباية العصير، يعني بالتناوب، ما ننزلش مرة واحدة زي ما انتوا شايفين. من أشهى الكيكات اللي ممكن تعملوها وتاكلوها بجد، بتبقى تحفة. طبعا خلصنا خلاص الكمية وضربناهم. عندنا بقى صينية مدهونة مادة دهنية ومبدرها بالدقيق. نزلت بقى بخليط الكيك، انا عندي اللون ده انا كنت حاباه جدا، ما كنتش عايزه الونه اكتر من كده. لو انت عايزاه لون اورنج شويه بتحطي لون صناعي، بتبقى برضو لونها حلو قوي. دخلت الفرن، قعدت معايا حوالي 40 دقيقه على درجه حراره 180. اختبرتها كده طبعا بالخله كده، طلعت معايا نظيفه، يبقى خلاص انت ضمنتي انها استوت وبقت تمام. قلبتها بقى، هقلبها دلوقتي معاكم انا عشان اقدمها في الطبق، في طبق التقديم. انا عايزه اوريكم ارتفاعها قد ايه، ودي صينيه مش صغيره، دي صينيه مقاس حوالي 30. بصوا شكلها من تحت، هو الشكل من تحت حلو جدا، كان ممكن اقدمها بالشكل ده، بس انا عايزه الوش التاني افضل، يبقى املس واحلى بكتير. انا عايزه اوريكم هشه ازاي وطريه ازاي، كانك بتاكلي كيك اسفنجي. دي بقى مع كوبايه شاي بلبن بتبقى خرافه الصبح. يعني صدقوني الوصفة دي هتعجبكم جدا، وبالخطوات دي وبالمقادير دي مضمونة 100%. بصوا بصوا يعني ارتفاعها والله زي الكيكة الاسفنجية بالظبط. دي ممكن اصلا يعني تقسميها وتحشيها بأي صوص انت عايزاه، صوص برتقال، صوص شوكولاتة، بتبقى حلوة قوي برضو كأنك بتاكلي جاتو. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.